روتين يومي سريع زي ما انتم شايفين المطبخ يضرب يقلب، وانا بصراحة نفسي مسدودة منه. تعالوا كده نخلصه بسرعة وكمان نعمل عشاء خفيف لذيذ وكلنا حرفيا بنعشقه. يعني اللي ما بيحبش العشاء ده كده يعني حد كده مش كويس. انا كده خلاص خلصت المواعين زي ما انتم شايفين في هوا كده. دي حلة كانت شايطة معايا للأسف، يعني كنت حاطة حاجة وشاطت، فهسيبها كده على النار تغلي في مية عشان تطلع كل الشياط اللي من تحت، وبعد كده هبقى اغسلها كويس جدا. في الوقت ده هكون هشطب البوتاجاز والرخام والحاجات اللي فاضله في المطبخ. فهبدأ طبعا اغسل البوتاجاز كده كويس. عايزه اقول لكم بقى على تركايه حلوه جدا تعمليها عشان تلمعي الحوض بتاعك والبوتاجاز. الحاجات دي طبعا انتي بتغسليها، بس بيبقى في تركايه ناقصه كده عشان يلمعوا كده وتفضل الحاجات زي الفل معاكي. انا كده خلاص خلصت خالص وهعمل معاكم العشاء. التركايه بقى الحلوه قوي اللي تعمليها عشان الحاجات ترجع معاكي بلمعتها كده الجديده، زي ما يكون كده بيتك ده لسه جديد، انك تحطي على صابون المواعين زي كده معلقتين كبار من الكلور العادي خالص اللي احنا بنستخدمه للهدوم البيضاء او لتنظيف الحمام. طبعا الكلور غني عن التعريف في اللمعة بتاعته قوية جدا. اهم حاجة طبعا ما تتنفسيش الكلور عشان بيتعب النفس جدا، خصوصا الناس اللي عندها حساسية او يبقى فيها زي حالاتي. انا بصراحة اول ما بغلب خالص كده في البوتاجاز والحوض وخلاص بقى مبقع او لمعته راحت او كده لونه مش عاجبني، على طول احط نقطتين الكلور وعلى طول انزل بيهم على الصابون السائل او صابون المواعين، وادعكه كويس جدا 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 بالليفة او السلك الالومنيا. وكمان السلك الالومنيوم احسن بكتير من الليفة في غسيل الحاجات دي، وبدعكه كويس قوي. وبمجرد كده ما خلاص اشطفه من الصابون بلاقي لمعة فظيعة جدا. جربوها وهتدعولي. اكيد دلوقتي انتوا شفتوا المكونات اللي انا هستخدمها للعشاء بتاعنا، واكيد برضو استنتجتوا انا هعمل ايه. استنتجتوا ولا لسه؟ انا هنا بعمل مسقعه، هوريكم كل التركات اللي بعملها. بالنسبه لي المسقعه دي من ألذ الاكلات اللي تاكليها لما تبات كمان في التلاجة، بتبقى جميله جدا وبتحسي كده ان الصلصه دخلت كده في المكونات واندمجت معاها، وتاكليها ممكن هي وساقعه عادي هي وسخنه عادي. يعني انا بحب جدا اعملها بكميه زياده شويه كده في العشاء، واصحى تاني يوم الصبح احشيها في سندوتش وافطر بيها، بتبقى جميله وزي العسل. كده انا بقطع الحاجات مكعبات. في ناس طبعا بتحب تعملها بالطول، البطاطس بالطول والبتنجان بالطول، بس انا بحب اقطع مكعبات لسببين. لان انا هنا في الفيديو ده كنت لسه ما جبتش الاير فراير، فكنت بقلي في الزيت عادي خالص. وطبعا القلي في الزيت بيشرب زيت كتير، والحاجة عشان تحمر معاكي او تبقى محمرة ومقرمشة لازم تسيبيها وقت طويل شوية. فانا بروح اقطع مكعبات واحمر في الزيت، مش بتشرب زيت كتير وبتتحمر بسرعة لانها بتستوي بسرعة. وكمان لما بتغمزي بالعيش بتبقى على قد اللقمة بتاعتك، فبيبقى الموضوع سهل جدا معاكي في الاكل وكمان في عمايله. كده خلاص قطعت كده الحاجات، بقطعها بسرعة بسرعة، وهكون بجهز الصلصة وهبدأ احط الحاجات في الزيت تتقلي. وده كده بالنسبة لي اسهل واحلى عشاء تاكليه. زي ما انتم شايفين كده بقطع الحاجات نفس التقطيعة حتى البطاطس. طبعا الاكل ده ما بياخدش اي وقت، والاكل الشعبي عموما جميل ولذيذ، خصوصا لما تبقي محتارة. وانا بالنسبة لي ممكن اكلها غدا عشاء فطار ما زهقش منها ابدا. وعايزة اقولكوا دي الاكلة المفضلة بالنسبة لي صيف شتاء، لما بحتار واحتاس دي الاكلة اللي بروح الجأ لها. كده اهو هقلي في الزيت، طبعا يكون الزيت سخن كويس قوي عشان لو بارد هيشرب الزيت كله. وفي الوقت ده هبدأ اعمل، يعني انا هكون بحط الحاجات تتقلي وهبدأ اعمل الصلصة. وبعد ما الحاجات تتقلي واصفيها كويس من الزيت هروح انزل في الصلصة. وبكده هتكون اسهل اكلة عملتيها، اكلة كده حرشة تاكليها بالليل وتشربي لك كده كوباية شاي، واحلى اكل. وكمان على الغدا مع شوية كده مع شوية بيض مسلوق، مع كده اكل شعبي جميل ومفيش احلى منه.
اللي بيحبوا الاكل الشعبي زي حالاتي يا ريت يكتبوا لي في التعليقات. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اوعوا تنسوا تحطوا اللايك والكومنت وتقولوا لي بتتابعوني من فين، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد بنزله. كده زي ما انتم شايفين انا عملت الصلصه. هقول لكم سريعا ايه اللي حطيته في الصلصه. انا شوحت بصل مفروم وعليه معلقه من الثوم، وبعد كده نزلت عليهم بالصلصه، وقبل ما انزل بالصلصه اللي انا ضربها في الخلاط نزلت بمعلقه من معجون الصلصه، حمرته كويس، وبعد كده نزلت بالصلصه اللي انا ضربتها في الخلاط اللي هي الطماطم، وبعد كده سبتهم يتسبكوا كويس، وحطيت مكعب مرقه، وكمان حطيت شويه ثوم تاني لان طبعا المسقعه بتحب الثوم، وهحط كمان شويه سكر عشان المسقعه او الصلصه عموما ما تعملكيش حموضه. لما تيجي تعملي اي صلصه حطي حته سكر هتفرق في الطعم.